السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة أطباق مريم. وصفتنا لنهار اليوم هو مقرود بريستيج بطريقة سهلة ومبسطة، والبنة تاع هذا المقرود صدقوني ولا أروع، والشكل تاعو راقي وبزاف بنين. راح نعطيكم في هذا الفيديو كامل أسرار باه تنجحوا في المقرود بريستيج من أول تجربة. نحتاج لهذه الوصفة 3 كيلات سميد. السميد يكون متوسط، شوفوا السميد كيف يكون متوسط، ماهوش رطب وماهوش خشين. حنكيلو بهذا الكيلة، وكل واحد كيما يحب يكيل، حتى بفنجال راح يعطيكم كمية مليحة. حنا نديرو 3 كيلات سميد كيما هكا، وبنفس الكيلة اللي كيلنا بها السميد نكيلو كامل الوصفة تاعنا. حنديرو ربع كيلة فرينة، نزيدو ملعقة كبيرة سكر، ونزيدو شوية ملح. هذه النواشف نخلطوها كل مع بعضها كيما هكا، ندخلو كلش في بعضها. ونزيدو الآن عندنا الزبدة، راح نخدمو المقرود تاعنا بالزبدة، واللي يحب يديرو بالسمن يديرو بالسمن. لازم الزبدة تكون باردة، وإلا المقرود مش راح ينجح لكم. عندنا كيلة غير ربع زبدة، وراح نكملوا الكيلة بالزيت. ناقصة شوية، ناقصة صبع، نكملوه زيت كيما هكا ونخلطو. نحطوها كيما هكا ونخلطو بشوية. خلطو، بعد كده نبداو نحكو بيدينا، خلطو مليح. ندخلو كلش كيما هكا، نخليو بعد العجينة والخليط تاعنا هذا تاع المقرود يرتاح لمدة ساعة من زمان، نرجعو نخدموه. واللي يعد مشي ومزروب يقدر يخليه يرتاح ليلة كاملة. كان خدمتيه وانت مش مزروب ديروه في الليل وخليوه الغدوة صباح، ولا خليوه يرتاح ساعة وكملوا خدموه. نخليو المقرود تاعنا يرتاح لمدة ساعة كاملة ومن بعد نرجعو لكم. نروحو الآن نخدمو الغرس تاعنا. عندنا كمية من الغرس حوالي 400 غرام غرس، نحطو له قطعة زبدة خلطوه بها، ونخلطو معه شوية زهر. كان عندكم جلجلان محمص تقدروا تضيفوه، انا الحقيقة ما عنديش، ما حطيتش. اللي عنده جلجلان يحط جلجلان، يعطي بنا خير وخير. ونحطو شوية قرفة، عندنا الغرس الزبدة قرفة وشوية زهر، نخلطو كلش مع بعضه حتى يطرى الغرس تاعنا مليح. نتولهو ما نكتروش الزهر بيان باه ما تجيناش طري ويتلصق، لازم يكون نحطوه بشويه ونشوفو. هاو الغرس تاعنا طري مليح، شوفوا كيف خليو الغرس تاعنا على جهه. نروحو نخدمو المقرود تاعنا. هاو العجين الخليط تاعنا تاع المقرود، نبداو نبلو فيه بالماء وزهر، نحطوه بشويه نخلطوه بشويه ونشوفو حتى يولي يتكور لنا كريات. ما نحطوش ضربه واحده. حنا عملنا كيله مخلطه نص ماء ونص زهر. نخليو الخليط تاعنا يرتاح 5 دقائق ونشوفوه اسكو شرب ولا لا.
وهنكملو. كان شرب نزيدولو، كان ما شربش نخدمو به. خليوه 5 دقائق ونرجعو لكم. بعد مرور 5 دقائق هاو شوفوا العجينه تاعنا كوروها، شوفوا كيف تلمت، راهو شرب مليح. الان نروحو نوزنو العجينه تاعنا كويرات، كل كويره نعملوها 35 غرام، والغرس نكوروه على 10 غرامات. نروحو نكوروهم وبعد نرجعو لكم. بعد ما وزنا العجينه تاعنا على 35 والغرس على 10 غرام، نبداو نخدمو. نحلوها في يدينا كيما هكا، نحلوها مليح، نحطو فيها حبة الغرس ونبداو نقفلو عليها مليح، ونزيدو نعاودو ندورو، نقفلو مليح كيما هكا. وندورو كيما هكا. نجيبو هاو المول اللي راح نخدمو به، ها هو كيما هكا، نحطو ونرصو عليه كيما هكا. نكونو دهناه المول بالزيت باه ما يلصقناش، نهبطوش في يدينا، نهبطو في البلا. ها الكعبة تاعنا كيما هكا. نزيدو الحبة الثانية كيف نحلوها كيما هكا. نحطوه في المول ونزيدو نخرجوه. زيد نكملوا الحبات الكل كيما هكا وبعد نرجعوا لكم. سيبون كملنا الحبات تاعنا، نحطوهم في الفور على 180 درجه، جست يصفروا شويه، لازم ما يحمروش، تكون لاكولر تاعهم صفرا شويه. ومن بعد كيما يكملوا طياب نرجعوا لكم. المقروط تاعنا سيبون راهو طاب، دركا نروحو نعسلوه. رانا درنا العسل وحطينا له شويه زهر ونحطوه في العسل كيما هكا. المقروط يكون سخون والعسل راهو بارد، نعسلوه ونحطوه في الكسكاس باش يقطر كيما هكا، ونهزوه نحطوه في العسل، نحطوهم في العسل كيما هكا ونحطوه في الكسكاس يسقطر. نكملوا الحبات الكل كيما هكا وبعد نرجعوا لكم. بعد ما عسلنا المقروض بريستيج تاعنا نحطوا له، نقوموا بالتزيين. عملت انا نوازات وواحده جوز وفري كونفي. نكملوا نزينوه كل كيما هكا، نكملوا نزينوه وبعد نرجعوا لكم. المقروض بريستيج تاعنا سي بون زيناه، هاو حطيناه في صحن التقديم. شوفوا كيف ما جا، الله يبارك. وصفه راقيه، المظهر تاعو هايل بزاف، يعني وصفه بسيطه سهله وكل واحد يقدر ينجحها من اول مره. نجربوا نقصوا حبه، احنا خليناها برد ونقصوه باه نعرفوا. شوفوا كيفاه جاي طري، شوفوا كيما يتفتفت، الله يبارك. شوفوا كيف ما، يعني وصفة ناجحة 100%. إن شاء الله جربوا الوصفة تاعنا تاع اليوم تنجحوا فيها. وكان عجبكم الفيديو تاعنا تاع اليوم ما تنساش ديروا لنا جمع على فيديو، تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في قناة أطباق مريم ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.